كيفاش البعيوي 200 طن خرجات بلا حتى شي واحد ما يسيق الخبار؟ هذا الحماق، ما يمكنش هادشي. كاين شي حاجه فالتاليه، حنا كنعرفوا عندنا شباب دابا في غير هنا ايت ملول مشدودين على 10 غرام ديال الحشيش، على جوانات، على هذا وملصقين لهم. هذا 200 طن اللي دوز في 7 سنين. كيقولوا في هاد التسريبات ان الحاج احمد بن ابراهيم اللي مكلف باللوجيستيك، يعني عنده علاقته مع الجزائريين كيدوزوا النيجر كيدوزوا ليبيا، ليبيا كيزيد داكشي لايطاليا. مزيان. كل طن كياخذ فيه الحاج احمد بن ابراهيم تقريبا واحد 150 الف اورو، 150 مليون لكل طن باش توصل لليبيا، ومن ليبيا تزيد في حالتها. 150 مليون ضربنا في 200 طن يعني 30 مليار اللي دخلات عند الحاج احمد بن ابراهيم. ولكن 30 مليار راه منها غادي يخلص عاوتاني الناس ديال الجزائر، غادي يخلص الناس ديال النيجر، غادي يخلص الناس ديال ليبيا، ومن ثم الليبيين راه غادي يصيفطوا الايطاليين. حنا نقولوا تبقى ليه واحد 15 مليار، النص صيفطها والنص هي جاها. فين غادي نحط السؤال الاول؟ هو هاد 200 طن كيفاش جات؟ منين جات؟ حنا عارفين بان راه الاراضي اللي كتزرع فيها، وعارفين شكون كيزرع، وعارفين شكون الضامن، وعارفين علاش خليناه حتى وصل للسياسه، وكيفاش تدخل السياسه، وكيفاش تترأس جهه الشرق، وكيفاش وسخ السياسه، وكيفاش دخل رئيس جهه الشرق. ميمكنش. من بعد خلال هاد الفتره هادي وسط المغرب شكون اللي مكلف باللوجيستيك؟ شحال هادي سعيد الناصري بعلاقاته قال لك كان كيشري كلشي، كيشري القضاة، كيشري المحاكم، كيشري البوليس، كيشري الدارة، كيشري الطريق. بخلاصة القول كيشري الطريق. وحتى في هذه التسريبات سعيد الناصري المكلف باللوجيستيك، لان عنده علاقات مع كلشي السلطات العموميه كيسرعها، ماشي مشكل. السؤال ديالي اللي غادي نطرح هو من بعد 2013، لان في هاد لا بيريود هادي تبناو خنادق كبيره بين المغرب والجزائر، ما بقى حتى حاجه دوز. الجزائر طلعت الحيطه ديالها، حنا درنا الخنادق ديالنا، يعني التهريب ما بقاش وحتى واحد ما غيدوز. فين ولاو كيمشيو من بعد 2013؟ فين مشاو؟ غادي يوليو يهربوا المخدرات بكميات كبيره من السماره. ها السؤال اللي غنطرح. كتعرفوا انا غادي بطوموبيل وسير ندخل السماره من كاع القناه، البوليس ولا الدرك اكثر من السكان عارفين الشاده والفاده فين كاينه، عارفين الدبانه واش ذكر ولا انت اللي دخلت للسماره، وما غاديش يبانوا لهم الاطنان من المخدرات اللي دخلوا. مزيان. من السماره قالوا ان كيمشي داكشي لواحد المنطقه، كيعبر السماره وكيمشي للجزائر لتمن راس، ومن ثم عاوتاني النيجر، وكيعاودوا يدوروا. ولكن حنا عارفين بان كاين القوات المسلحه الملكيه على طول الحزام الامني، ومن بعد كاين المنطقه العازله. كيفاش؟ شنو طرا؟ كيفاش دازت هاد المخدرات من السماره لتمن راست؟ كيفاش قطعوا الحزام الامني؟ كيفاش قطعوا المنطقه العازله ودازت هاد المخدرات؟ هذا سؤال واحد اخر حيرني، عييت من نحاول نفهم. الله اعلم. واش التحقيق سيطال الامنيين والدركيين والقوات المسلحه الملكيه المسؤولين اللي كانوا كيفاش؟ واش البعيوي غادي يعطيهم الاسماء، ولا المالي اللي يحط 7 شكايات مؤخرا وكيشرح فيها شي حوايج خطيرين، وكيتهم ناس وكيتهم شكون وكيفاش وعلاش؟ واش التحقيق غادي يمشي الى ابعد نقطه في هاد لافير ديال البعيوي والناصري، ولا غادي تحبس وغادي نقتصروا بالبعيوي والناصري وهذيك ال20 واحد اللي معاهم وصافي وغنطيو هذا الملف هذا؟ الا بغينا نقيو خصنا نقيو كلشي. وحنا المغرب يترأس مجلس حقوق الانسان للامم المتحده،
ما نقدروش وما نسمحوش باش الناس بحال هكا يخلوضوا ولا يديروا مصائب. عندنا المخدرات ولا عندنا لا مخدرات، عندنا الحشيش، كتامه كتنتج الحشيش. فين ما مشينا كان الناس شباب كيكميو الحشيش، ايوا سيدي ليغاليزيوه. علاش؟ شنو فيها؟ نصاوبوا الحشيش ونصدروا حنا للخارج قانوني بشكل قانوني، والاموال ملايير الدولارات تدخل لصناديق الدوله. اشنو فيها؟ من غير باش يمشي للصيادله ويمشي للشركات وهذا، لا نصاوبوا الحشيش جوده عاليه ونصدروه كحشيش. راه هولندا كتستعملو، امريكا عدد من الولايات في امريكا حتى هما راه ممنوعش، ونديرو نصدرو، والملايير ديال الدولارات بلاص ما تدخل عند بحال البعيوي والناصيري وهذا تدخل لصناديق الدوله. وكتعرفوا حتى في بلادنا ما كاينش شي درب تمشيو ليه والحشيش ما كاينش عادي. علاش ما تكونش عندنا الجرأه ونديروا لا ليغاليزاسيون ديال الحشيش؟ اللي عنده كاين اللي عنده الحشيش كدواء، الناس اللي فيهم السرطان مساكن. كاينين دابا عدد من الدول اللي داروا تجارب ناجحه وبانه هما كينصحوهم سير كمي جوان باش تخفف الالام اللي عليك، بلاص ما يكونوا هذوك المواد الكيميائيه. هذا غير مثال. السؤال اللي غادي نطرح عاوتاني هو غادي نجي من غير هذا ديال السماره، وهذه فضيحه. كتعرفوا شحال خطره انا كنت كنمشي للسماره ولا شي اقليم، شكون انت ومنين جاي وعلاش وكيفاش، ويتسولوا التليفونات، ها هو دخل ها هو مشى ها هو خرج، وما غنشوفوش الاطنان ديال المخدرات اللي دخلت للسماره، ما غنشوفوش اطنان المخدرات اللي مشات قطعت الحزام الامني ديالنا. هذا يعني ان يا اما كاين تواطؤ يا اما الدنيا مترعه، وإلا مترعه هذه الفضيحه، هذه مصيبه. والتساؤل الثاني اللي حيرني هو ان في 2009 زوجة البعيوي عندها شرات واحد الفيلا في حي كاليفورنيا بالدار البيضاء في شارع مكه، واحد الفيلا فاخره، وهذه الفيلا شراتها في 2009 مليار و600. اللي حيرني هو كيفاش سجلوا ودازت هذه العمليه ديال البيع والشراء ديال مليار و600 وتخلصات الفيلا كاش مليار و600 كاش حب فلوس. حنا كتهز مليون في جيبك كتخلع مليار و600. تصوروا معايا مليار و600 خلصوا الفيلا كاش، اللي غيتبين من بعد انهم فلوس المخدرات، فلوس التهريب الدولي للمخدرات. دابا حنا كنعرفوا في 2024 ومازال الناس كيتعاملوا عندنا بالكاش، 400 مليون كاش، 300 كاش عادي، كيشريو سيرتو في العقارات. فلوس الممنوعات، فلوس تهريب المخدرات ولا غيرهم، هادشي جاري به العمل. طوموبيله كتسوى 100 مليون. ذاك النهار كنتكلم مع واحد السيد في الرباط كيقول لي الطوموبيلات 100 150 200 مليون كتجينا في الشنطه كاش، والدوله في عين غفلون. الدوله ما كايناش في هذا العالم. الفضيحه ديال هذه القضيه البعيوي ان الفيلا في مرتو في سميت مرتو 2009 2013 هاد المراه كتفاجأ ان راجلها زور جوج ديال الوكالات، وحده ديال هاد الفيلا وحده ديال واحد الفيلا في وجده، ودوزهم كاملين في سميت واحد من عائلته، والسيده ما فراسها والو، ما سينات، ما دارت حتى حاجه. نهار جات تبغي تبيع وغادي تطلق من البعيوي قال لها سيري تلعبي ما عندك حتى ريال، الفيلا مشات كلشي مشى. حطات شكايه، ها السؤال اللي غنطرح، حطات شكايه ضد البعيوي بالتزوير، كان غادي يمشي للحبس. اشنو غيدخل؟ غيدخل على الخط سعيد الناصيري. سعيد الناصيري غادي يصوب الخطه وغادي تحط شكايه ضد الام ديال موت البعيوي بان سرقات واحد المكانه غاليه بزاف عاد، وغادي تحط شكايه ضد خو الزوجه ديال البعيوي الضرب والجرح، وغيصيفطوهم للحبس ديريكت. اش كيعني هادشي؟ كيعني ان كاينين الناس من الامن الوطني متواطئين والمحكمه متواطئه، وغادي يضغطوا على مرت البعيوي، غيضغط على الزوجه ديالو اللي غادي يطلقها. بغيتي امك وخوك يخرجوا من الحبس،